ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل غدا حلو جدا جدا وصحي لولادنا وخضار مهم جدا جدا. مش عايزين برضو ننسى الخضار لانه مهم قوي. النهاردة هنعمل الفاصوليا الخضراء لكن بطريقة حلوة جدا وسهلة وصحية جدا جدا. لما بقول صحية مش شرط الناس تعمل دايت، لا، صحية ليكي، صحية لابنك لبنتك لجوزك، يعني بطريقة حلوة بدون اي مواد دهنية. تعالوا بقى نقطع مع بعض الفاصوليا. بنشيل الطرف من هنا والطرف من هنا، وبعد ما بنشيله انا بحب اقطعها بورب كده. بصوا بنقطعها كده اهو، يعني بتدي شكل حلو، احنا عاملينها طبخينها ويعني بتبقى طريقة جميلة. وطبعا تقدروا تكبروا او تصغروا الحجم، طبعا ده يرجع طبعا لكل ذوق حد فينا. بصوا انا حاولت اقرب الكاميرا على قد ما اقدر علشان حضراتكم تشوفوا طريقة التقطيع. وبعد ما قطعت الكمية كلها لازم نغسلها كويس جدا جدا 5 6 مرات لازم. انا بغسلها، بحطها في مصفى، بحط طبق تحتها وتحت الحنفية بغسلها كتير قوي. بعد ما بغسلها بجيب طبق تاني كبير نضيف، احط فيه معلقة بيكربوناتو، مش اللي بتتباع عند العطار، لا، البيكربوناتو اللي بنستخدمها في الاكل. بحط معلقة كبيرة، وبحط الفاصوليا بتاعتي وبحط عليها ميه كتير بغطيها وبسيبها 3 4 دقايق كده، وبعد كده بشطفها تاني كويس قوي. ودي خطوه مهمه علشان نشيل اي بكتيريا من الفاصوليا. هاتيلك علبه بيكربونات تحطيها عندك، بتنفع قوي للخضار. بعد كده جبت حله قطعت فيها بصلايه وكرون صغير قوي، وجبت 3 4 فصوص توم برضو قطعتهم كرون صغير قوي. وبعدين نزلت بالفاصوليا بتاعتي وهحط عليها رشه بسيطه من الفلفل الاسمر ورشه بسيطه من الملح، وهشوحها تشويح كويس جدا. مش هحط اي ماده دهنيه خالص، عشان كده بقول لكم صحيه. وبعد كده بعد ما اتشوحت، طبعا انا جايبه كيلو من الفاصوليا، عصرت عليها كيلو الا ربع من الطماطم او نص كيلو، فرمته في الخلاط بعد ما غسلته وصفيته من اي قشر ونزلت بيه. وبعد كده هبتدي اقلبها واغطيها واسيب الغطا بورب علشان لما الطماطم تغلي ما تطفش وتقع على البوتاجاز. في الوقت ده طبعا جبت كوبايه من الشعريه وحطيت عليها 3 4 معالق من الزيت او الزبده، حمرتهم كويس قوي. نزلت عليهم بنص كيلو من الرز المصري، وطبعا سقيته بشوربه لان انا كنت سالقه لحمه. وبظبط الملح، طبعا كوبايه الرز بتاخد كوبايه ونص من الميه. وبعد ما بيتشرب تماما تماما ببتدي طبعا اوطي النار عليه شمع علشان ياخد السوى المظبوط. وبس كده. اللحمه بتاعتي طبعا جبت ميه غليتها على البوتاجاز وسقطت فيها اللحمه، وحطيت بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وجوز الطيب اختياري تماما وكام واحده حبهان لحد ما اللحمه بتاعتي اتسلقت تماما. وبعد ما اللحمه بتاعتي اتسلقت نزلت بيها طبعا على الفاصوليا. في المرحله دي بقى تقدري تظبطي ملحك، حابه تحطي اي اضافات اي توابل مفيش اي مشكله. توابلنا النهارده بسيطه وخفيفه، ملح وفلفل اسمر وبدون اي مواد دهنيه. وبس كده. يا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني. لو حسيتوا ان انتوا قدرتوا تستفادوا اعملوا لايك للفيديو واعملوا شير كتير كتير. ولو انتوا جداد على قناتي على اليوتيوب نرمين سمير ما تنسوش تعملوا اشتراك، واشوفكم في اكله جديده على خير، وباي باي.